الحكم الصادر بحق المجرد يقضي بسجنه فورا لمدة 6 سنوات على خلفية اغتصاب فتاة الماريوت باريس في أكتوبر 2016. لكن المجرد نفى الاغتصاب وقدم روايته عما جرى في تلك الليلة بعد خروجهما من ملهى الليلي. سلام حبايبي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيانه وفي احسن الاحوال يا رب. اسمحوا لي طولت عليكم الغيبه، ولكن بحكم المرض قبل صوتي مشى قلت والله حسن نصور لكم هذا الفيديو هذا وقبلوا عليه كيف ما جا، لانه القصه ديال اليوم صراحه كتستاهل وانتم اللي طلبتوها مني وانا ما قدرتش نبقى معطله عليكم اكثر واكثر. يلا على بركه الله نبداو القصه ديالتنا ديال اليوم. نهار 7 ابريل وبالضبط سنة 1985 غادي تزاد الفنان المغربي والعالمي سعد المجرد مدينة الرباط وسط عائلة فنية مغربية عريقة. من الأب ديالو اللي هو الفنان المغني المغربي البشير المجرد المعروف بالبشير عبدو، وأمه الممثلة المغربية زهرة قراقي التي قدمت الكثير خلال 35 سنة لمرت. فسعد عنده أخ واحد شقيق اللي هو الأخ الأكبر اللي اسم ديالو علي المجرد، يعيش في لندن منذ سنوات، والدومين ديالو بعيد كل البعد عن الفن، كيشتغل في مجال السياحة. الموهبة ديال سعد بدات معاه ملي كان صغير، وكان كيعزف على البيانو وكيغني، وكان كيمشي ديما مع الأم ديالو المسرح ومع باه البرامج الغنائية. واحد نهار البشير عبدو غادي تستضيف واحد البرنامج على قناة الأولى وغادي تدي معاه سعد، فطلب مقدم البرنامج من سعد باش يغني ليه، وفعلا سعد غادي يغني أغنية لعمرو دياب في سل صغيرة وبطريقة اللي رهيبة. كانت هذه هي الفرصة فين غادي يكتشف باه الموهبة ديالو وغادي يعاونو باش يسقلها ويطور منها ويكمل في معهد الموسيقي بالرباط. لكن سعد من بعد مدة ديال الدخول ديال المعهد الموسيقي غادي يقرر يهاجر للديار الأمريكية. هنا سعد غادي يهاجر للديار الأمريكية باش يكمل قرايته، لكن بحكم المعيشة الغالية تما غادي يضطر أنه يخدم في بزاف ديال المهن ومنها سرباي. من بعد غادي يقرر أنه يتزوج من الزوجة الأولى اللي هي كان الاسم ديالها ثمين، لكن زواج ما غاديش يطول وغادي يتفرقوا وغادي يطلقوا. في سنة 2007 غادي يبدا سعد المجرد المسيرة الفنية ديالو بعد فوزه بالمرتبة الثانية في النسخة الرابعة من برنامج سوبر ستار. وهنا سعد غادي يوقف لمدة 2 سنين حتى يخدم على راسو ويحط أهداف قدامه ويختار ستايل اللي يناسبه لمدة سنين، وغادي يرجع للساحة الفنية بزاف ديال الأغاني المنفردة اللي حققت نجاح كبير وخلاتو يتعرف وتشهر في المغرب بأول فيديو كليب لأغنية وعديني سنة 2009. ثم غادي ينزل أغنية سالينا سنة 2012. وسنة 2013 غينزل أول ألبوم بعنوان ولا عليك، اللي مزج فيه بين بزاف ديال الإيقاعات العالمية المختلفة. ثم أغنية مال حبيبي مالو من نفس الألبوم اللي لقات صدى كبير وحققت أعلى مشاهدات في يوتيوب. وهنا غادي يبدا يضيع صدى سعد في كل أنحاء الدول العربية بسبب أغنية انتي باغية واحد اللي بقات ترند الأشهر طويلة على يوتيوب بنسب مشاهدة تفوق 12 مليون. انتي باغية واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد غلطي ما يدوي. لكن سعد لم يكتفي بهذه الشهرة، بقى يقلب ويبحث ويجتهد حتى وصل للعالمية فيديو كليب لأغنية المعلم سنة 2015.
ومن هنا تطلق عليه اللقب ديال المعلم. قدر يحقق 30 مليون مشاهدة في 30 يوم فقط، ليكون أول فنان مغربي وعربي يسجل هذا الرقم الخيالي بفترة قياسية. انت معلم واحنا منك نتعلم. ولات أغنية المعلم هي أكثر أغنية عربية مشاهدة على يوتيوب ب913 مليون، وغادي يدخل موسوعة جينيز للأرقام القياسية. وهذه هي الأغنية اللي كانت فيها الخير على سعد، واللي حصد من موراها عدة جوائز محلية عربية وعالمية، وخدا الوسام عند سيدنا محمد السادس في سنة 2015، وسام المكافأة الوطنية من درجة فارس. سنة 2017 المعلم سعد المجرد غادي يوصل المليار مشاهدة على قناته في يوتيوب. بعد النجاحات اللي وصل لها سعد وحققها، غادي يخلص ثمن الشهرة ديالو، وما كاينش شي فنان ناجح وواصل غادي يسلك بلا ما يدوز من المشاكل والاشاعات. فكل ما سعد قرب من شي فنانة ولا كانت كتجمعوا معها علاقة صداقة ولا غير تصور معها فقط، كيخرجوا عليه اشاعات انه على علاقة بها. فسعد المجرد تولت عليه بزاف ديال القضايا والاتهامات، لكن القضايا الجنائية هي اللي غادي تضر سعد اكثر، لا من ناحية الصورة اللي رسمها هذه سنين ولا من ناحية المسيرة الفنية اللي بناها. فسعد اتهم أكثر من مرة بالتحرش والاغتصاب. كانت أول مرة في الولايات المتحدة سنة 2010، كانت تابعته واحد شابة أمريكية بالاعتداء الجنسي بعد ما داس على الحديثة تقريبا 6 سنوات، وغادي تعتقل لكن غادي يخلص كفالة. من بعد قرر يخوي البلاد لأن الأحكام هناك كانت صعبة، يعني يقدروا يحكموا عليه ب25 سنة و100,000 دولار إلا مشات حتى تبتت في حقه هذه التهمة هذه. داكشي علاش قرر أنه يخوي الولايات المتحدة الأمريكية. إيوا نهار 26 أكتوبر 2016 غادي توقف سعد من طرف الشرطة الفرنسية بتهمة الاعتداء بالضرب ومحاولة الاغتصاب. الفتاة اللي قدمت على الدعوة كانت الجنسية ديالها فرنسية، تدعى لورا بريول، في لوطيل اللي كان الاسم ديالو ماريوت باريس شونزليزي، وغادي تعتقل لمدة 6 أشهر اللي كانت كلها بسبب التحقيقات. وهو في هذه الورطة غتبان واحد البنت اللي الأصل ديالها الجنسية ديالها فرنسية والأصل ديالها من المغرب، اللي قالت باللي سعد اغتصبها ملي تلاقات به في المدينة الاقتصادية المغربية الدار البيضاء ملي كانت في عطلة. لكن سعد نفى، قال أنه لم يسبق أن رآها، لكن الشابة سحبت الشكاية بسبب الحفاظ ديال عائلتها والخوف ديالهم من الفضيحة. نهار 13 أبريل سعد غادي ياخد سراح مؤقت، لكن بشرط وضع واحد السوار الإلكتروني وعدم مغادرة الأراضي الفرنسية والاقتداء بشروط السراح، وهي العودة إلى المنزل في 6 مساء. في أكتوبر 2017 غادي يحيد داك السوار، ونهار 7 مارس 2018 رجع المجرد للمغرب لمدة 5 أيام باش يدير ترويج لأغنية غزالي، لكن بإذن من الشرطة. 30 أغسطس 2018 غادي ينسحب محامي سعد المجرد من فريق الدفاع بلا ما يعطي أسباب، وغادي يبقى عنده محامي واحد فقط. سنة 2020 وبالضبط نهار 21 يناير محكمة الاستئناف بباريس غادي تحيل سعد إلى محكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب والعنف. وفي ماي 2020 غادي تلغى الحكم بفرقة التحقيق، وغادي تاني تبقى القضية معلقة حتى لنهار الجمعة 24 فبراير 2023. غادي تهتز مواقع التواصل بخبر حكم على سعد بالسجن لمدة سنوات بتهمة اغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول. الحكم الصادر بحق المجرد يقضي بسجنه فورا لمدة 6 سنوات على خلفية اغتصاب فتاة الماريوت باريس في أكتوبر 2016. هذا الخبر هذا اللي خلى كل شيء مصدوم وكل شيء كيدافع على سعد
بلا ما يعرف الحقيقه بصح ولا لا. لكن كيقول المحامين بلي ان الدلائل غير منسوبه لسعد المجرد، يعني ما كاين حتى شي حاجه كتفيد ان سعد المجرد اغتصب هذه السيده. وبزاف ديال المعجبين ديال سعد كيقولوا باللي انا هي بغات تطلع معاه لوطيل ولا الغرفه ديالته، فهي راه مشات بالاذن ديالها. لكن في فرنسا الحكم متغير بزاف على المغرب، ماشي بحالنا عندهم. يعني هما الا ما كانش الواحد باغي يدير معك علاقه غير شرعيه ما خصكش تبززها عليه، ولا الا بززتي عليه تدخل بتهمه الاغتصاب. لحد الان سعد المجرد باقي متهم وباقي القضيه ديالته معلقه. سعد لحد الان باقي متهم بهذه التهمه. سعد لحد الان باقي في يد الشرطه الفرنسيه. كنتمناو له الفرج، وان شاء الله تبان الحقيقه ويطلع هادشي كله غير كذوب. فكنضرب لكم موعد ان شاء الله الحلقه الماجيه، قصه ماجيه. ما كرهش اقترحوا عليا قصه كيف ما اقترحتوا عليا ديال سعد، وانا عند الطلب وتلبيه الرغبه ديالكم. باي باي، السلام عليكم.